بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد لتفسير الأحلام. أنا كنت وعدتكم إن هنتكلم عن البيض في المنام. البيض في المنام ليه تأويل كتير، وأنواع البيض كتيرة فلها تأويلات كتير. رؤية البيض الأبيض في المنام، يقول ابن سيرين أن رؤية الشيء الأبيض عامة تأويله زي مثلا حاجة من الحاجة اللي هي كويسة، أو الحاجة اللي هي فيها سرور للبني آدم. رؤية الشيء الأبيض تأويله إذا كانت أو البيض الأبيض إذا كانت البنت عزباء لم تتزوج، فرؤية الشيء الأبيض أو البيض الأبيض تأويله اقتراب بموعد زواجها. ده البيض الأبيض. إن احنا عارفين إن في ألوان للبيض. طيب، وإذا رأت أنها بتأكل البيض سواء بيض مسلوق بقى أو غيره، ده تأويله بيدل على نجاحها في الدراسة أو العمل، وعلو في المنصب والعمل للوصول إلى أهدافها. هتحقق أهدافها. ده إذا لو رأت إن هي بتاكل البيض. وإذا رأيت البيض الملون في المنام، إذا كانت بقى البيض الملون للسيدة المتزوجة إشارة إلى إنجاب الإناث، وأكل البيض في المنام بالنسبة للمتزوجة إشارة محمودة، إلى أن هناك بعض الاستثناءات يعني التي تشير إلى رؤيتها إلى الهم والغم وحدوث المشاكل في بعض الأحيان يعني، أو بعض التأويلات، وخاصة الأطعمة الفاسدة. إذا رأت المتزوجة إن هي أو العزباء إن هي بتأكل أكل فاسد سواء بيض أو غيره، ده بيعني إلى الهم والغم وحدوث المشاكل أو التعب، والله أعلم. ورؤية البيض في المنام بتدل على أشياء يخفيها. بعض التأويل برضو بيقول لك إن لو رأيت البيض في المنام ممكن بيدل على إن الشخص ده اللي هو شاف الرؤية دي بيخفي بعض الأشياء على الآخرين.